كبران تخاتلت مدبنا كما يحضركم كما يوعلكم مساخم راديو دمص حرنت اهغراو هدت كاب هاجر شودن مساخم راديو دمص حرنت اهغراو هدت كاب هاجر شودن كبران تخاتلت مدبنا باريلو معلت 16 تحساس 2017 عام تمرت فرنجي ساعات حرده تغزني مدبنا خمت لمد قدام اب فين 88 بخلت يوم علاوان قنقاتنا تجرينيان عربن ان لخو مدب انه نجمر مدبنا مدبكم مدب دمص حرنت بهاجر شودن زرغاحنا عخاتكم لقدسات تخاتلت بتوفاينت مغلغال تقمت ترغاغصو زيناتات مسمناورون حلوات حزبنان هاجرنان بحالنان ززامدو مهارت استمرو بمنباب مرصات بحلاوان سوراوያን زيماتات ناسنه كقربلكم فتن ايو بمغصال كبران تخاتلت مدبنا مسنايلو مدباتنا نملاي داكل قدما يسمناو زينا خلونا كما خا اگداسي ارستي مالت كاب رئيس عنقص ناي سلف ديمقراسيس بإرترا اتي انغبرو كنغبرو انخل امو زي نغبر زبل مهاري استمرو خنن بكنفتن اينا بتوسخي زلكم رئيتو حبريتا سلامتا سناي منيوت مجلسنا يزهلو منابرم زهلوكم كنتانا بستديونا دويلكم ويكا اب دمص حرنت جيميل صحيفكم كتحبرونا حنقو فايلنا نقبلو بسانا ختصاتف مستدويلو خاني كتا بتسلكي 031 خابوشتي هاجر كاوصاي نكاب هاجر شودن بزخونكا 004 لكم كدولو مرحبا نبلكم قصيلو كل غزي اب اتيو كتبلخا راديو اوتيوتا بونت سي الكم موبيل تليفون كاني ابزخونه خرنعت عالمكم كسمعنا خم تخلو دغيمنا نحبر دحرم فصام مدبنا خا اب يوتيوب قريصنا اب دمص حرنت وي حرنت اورغ خسمو خم تخلو دغيمنا نزخاخر كسام موداتا مدبنا مسانا خصنحنا عدبنا دحرق رب دغاي بارس زينا خنن ببينا نايلوم مدب اقربتنا دلوتن صحاي قلتان بايرغ ورول دم قانقا تግርኛ محمود اسماعيل كان بقانقا عرب كونيو سناي مكتتالنا ولا دحرق رب دغاي بارس زينا خاتي
أرستزنا على 16 تحساس كلتا شحن 17 عام تمرد فرنجي. فرانكفورت جرمن جنفر سلفي ديمقراطي حزب إيرترا فرانكفورت كبابيان مبل ناي كل تشحن 17 دمدامي أخيبو أكايدو دغنا ممحدار ودباو ጉዳይ በጽፈት ሰልፊ ዲሞክራሲ በኤርትራ ሜላ አፋጻጽማ መደባቱ ሓንጺጹ ስዊዘርላንድ ስደት ኤርትራውያን መንእሰያት ምግታ ዝዓለመ ገንዘብ አው ደገፍ ክትልግስ ጀሚራ دغنا سويسرلاند جنيف بزعبا خناتات نابتوم اب ليبيا زلو لعلي 700,000 سدتنياتات اخيبا اب جنيف تخايدو إذا خمزي لخلو حبرات أوروبا وحزو سدتنيان مكزدا نزوبا قرن أفريقيا طراح أستاد كلتا 100 مليون دولار سلعو بزي من محدار ترام أستاد 700 إرتراويان كسوكوكم خانو يفلت بتوساخي تسعان كلتن سومالاويان كاب أمريكا نعها قروم نسومال كملوسم سحاسبو كاب السنغال كم تملسو تفليتو ኤርትራ አባስመራ ካልኦት ከተማታትን ዝርከባ አስታት 300 ብሕት ንግዳውያን ትካላትን እንዳሻይታትን ክሳብ ሆቴላት ከም ዝዓሸገ ተፈሊጡ ለሞዳታ ዜናና እንደገና አስመራ ብዕለት 14 ተሐሳስ 2017 ملاخ سرعت هقدف حجون عند ماريام زمر مبعتان مأكلاي بيت تمرتن كم دعات صوت فليتو زينا بزرزر جرمن جنفر سلفي ديمقراطي بإيرترا فرانكفورتن كبابيان نايكل تشحن 17 دمدام أخيبو أكايدو جنفر سلفي ديمقراطي بإيرترا بعلت 10 تحساس كل تشحن 17 نابز كايدو أخيبا أبومبر جنفر حوتا دساس من الله السلام تاناي من نيوتن دحر مخفاتو نتمعلتي أبزت تحزو أجنداتات كأ زتيو قداماي اتا اجنداتات واناو سلفاو زوناون حبريتا كالاي سرعات هقدب سمصمدلو مغاز هايماناتاو محدار ايد اتاونتن سالساي قدام راحتا هايماناتن تكالاتون افتحن سلامن معرنت تكسبات زنورو كونو ايوم بمسرز قربة زعباتات أخيبا أوانا وحبرتها ملوات تخايدو في اللاي دما أفتقنياتي أمونغو مرحة هاقرات أفريكان هاقرات حبرت أوروبان كايد زغنية قداي سدتنيا بزملكة أخيباتات دحر مزيتايو نحنا أمون أتوم كاند السب قداي سلازخنا ناي سدت ممتان نركب زلنا أحزاب شقراتنا أم مفتاح زيادة تترنفنا تتابع بيعنا نكنك على سألنا خبل أخبنيا تمحات سينو أبز حلف ورحي أمولا عالم زنور إيرتران دليت فتحي بزي تتغملو هاجر نت سرعات هقدف زقور زلو إيد تونتا بهاي مناتاو تكالاتن مئسارا محادرتن
بمقوام صعوق سلاماو سلفتات ككات وريحهم إيوم أخبرني عدمان إذا قد دايزي كم قسم قبار كل تسرعات هقدف تقبرو زولو قبنات نايم إسار مراحته أمن تنز تفعل عليه هايمانوتات مفراس موراسن هايمانوت تكالاتن كساب أقلقلتا هايمانوت قديفكا أقلقلوت هايمانوت قديفكا ناوت هادر أقلقلوت موساد برت معتاقهم زي نبور نورام تقبرات مقوام هزبي إرتراد ما نخل عينت بزحنتاتو بمخبار تترنفو نمسلو خقالس زلو أمارات زي بلو مقد سلامن أخبان مقد سلامن مخانو أخبانياتات تملكتو سرعات هقدف زقبرو زلو هايمانوتاو في الليات مقففاح قريتشت نافتركا نمن نقاط بسم هايمانوت متلال دما هزبي كنقحلون تترنفو مكتون كم زلوخا أخبانيا أسميرلو أما مسرح برتاو تقعدلو هزبي إرترا كساب برت تسكيمم أبعودة كوينات من أنت مسل وتصح هزبهم استسوء منكوسات من بارهم حجئون مرحت هايمن أمنت تفعل عليها هايمنتات نفتحن مثلا هزبهم إنها تتابقوا بسرعة قدف زور دوم زلو قفعي مالها زي بلو أخيبا ماليا زي بلو مخانو أخيبا خاء الرقاقزي زي رئيوة زلو تبع مختي نزبر إيوازلو تبعت مختي توفاينتن دما نئدون أمجيسون دحرزي نايكل تشحن 10 شهور فلام أخيبا على 10 ساعات بمخبار أخيبا بزخر سوءات تزازيمو من محدار ودواو قديات بصحفة سلفي ديمقراطية بإرترا مرا أفاصات ما بدأ بحنسيسو من محدار بصحفة ودواو سلفي قداو قريتا من محدار بيت صحفة ودواو قد السلفي ديمقراطية بإرترا استفل عليه خرنعت عالم زركوه كلتو أبستساتوه بمريحنات نايت بيت صحفة حلافي بزاي تصفاي ولد مكائل دقيقة بتشعتن تحساس كل تشعن 10 شعاتن أبزا أكيدو أخيبا ناي مدبات التقابران ميلا تمايتون أصدقون أبزا أخبازي بزاي تسفاي مأتو قال مس أسمعي كاب كل خرنعات زلوا جنافرات نؤس زباتاتن سلفي ديمقراطية بإرترا من قصاص حالوات بزملكت بوكلتي تصبصاب سمعيو دحرزي تزغربت تصبصاب قديم بمريح نسفل في الصدق عمتاو مدب محداس سلف مسرت بب مدايو نافاز أزمو زملكت قديم استدالو ندفي أفاز أزمات تمايتو أدلاي زبلو متعريات بمقبارك أصدقوه أخيبا بيت صحفة ودواو قداي زيادة قلعتا هيو زتمايت اللهم ميلا التقابرا زحان تصوم زعباتات محدار ملان من نقاحن مدلدال سررعن مسفح أبالنتن أركايف سندات سسن سبعوي منشي مسرع كتصال أخيبا أبالات مترناف أبسرحات حادنت عالتات تقامو زبلو يركبو زياتهم كا اتقندو قداي كوينهم أم نفس سفرو زرزر ميلاتات اللهم إتأخيبا ميلاتات مستعط راح زي يكون سرحات من طافن لاينت حتى تنت متبع نفس وكف مدب زتكبروا زتقاتاتولو أبالات مديبو أبزا خيبازي مدبات كعوات تساتفه أبالات سفي متكاتات زي بلهم بردة أبقصالي مستن كلهم أبالات سلفي قصالي ركبات كم زقبر مديبو أبزا تحيز دما استفال على أخابيتات جميل دولو مسكبابي خازر ركوب محازوت ودوات أقدسي أقات أمتات حبير كامن قصقاس كم زدلات تابعي زخل لخاء كبابي نخكايد صعنات كصعت ككادن كصعتن مخان اون أسفيرو سويسرلاند سدت إرتران نمكتا زعلما جنزاو دقف تلقس منقستي سويسرلاند ما يعو عقمي من سيات إرتران من عوال سدت نمكتاً 3 مليون $213 $213 برنامج لمعات ودو حوارات هاجرات UNDP أب إرتراخ تهب قال بمقتاو سمع 5 فرمات فليدو بمسرت تي توتينو زولو برنامج نزي ناي معوات درجة 15 مليون $، كم زادلن برنامج لمعات ببوغنو أستاذ شوعات نتوشمونت مليون $، سلعو 5 لخايف لد علما نايت بروجكت من سياد بهقتاتهم بهاجرهم كتكبروا لزخلو قطواو عدلات نمفتار منقستن وحس سرعن زت رقاقص كخون زت رقاقه فلست نمدنفع زدليو ناي محدر عقمي مملاسن زو حسن فلست نمقدال كم زخونه اتحاد حبرتها يرد
እንተኾነ ግን ትኽዕወት ዝተደኣ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ቁጠባውን ፖለቲካውን ፖሊሲታቱ ዝኽተሎ ዘሎ ኣተሓዛመን እሳት ክልውጥ ኣሎ ይብል እትንተንታኒ እቲ ዝሓሸ ኣብ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት 18 ኣዋርሕ እንተ ወሪዱ እቲ መንእሰይ ግቡእ ፈጺሙ ቁጠባውን ንጥፈታቱ ምስታፍ ናብርኡ ከም መሓይሽ ስድርኡ ከኣልን እንተኽኢሉ ኣብ ሃገሩ ክነብር ዘሎ ባህጊ ክውስኽ ይኽእል እዩ እቲ ንቁጠባት ሃገር ሓኒቑ ሒዝዎ ዘሎ ፖሊሲታት መንግስቲ ኤርትራ ድማ ክልወጥ ኣሎ እንተዘይኮነ መንእሰይ ከረጋግእ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ኣይክእልን እዩ ይብል ደራስን ተመራማራይን ጉዳያት ኤርትራ ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብ ኣብ ሳውስ ባንክ ዩኒቨርሲቲ ዓዲ እንግሊዝ መምህር ነዚ ስምዕ ዝፈረሙ ወገን መንግስቲ ስዊዘርላንድ ወኪል ልምዓት ምትሕብባር ሓላፊ ምብራቕ ሰሜን ደቡባዊ ኣፍሪቃን ዝኾነ ሚኒስተር ገርሃልድ ሴግፌረድ ከውን ከሎ በወገን ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ወኪል ናይቲ ውድብ ኣብ ኤርትራ ሚስ ሱዛን ኒጎኒጊ እዮም ብመንገዲ ሃገራዊ መንእሰይ ኤርትራ ሃገራዊ ማሕበር ተምሃሮ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ክትገር ምዃኑ ከዓ እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ ኢድ ናይ ህግደፍ እንተደኣልዮ ከዓ ዝዕወት ኣይመስልን እንደገና ጂኔቭ ኣብ ጂኔቭ ብዛዕባ ኩነታት ናይቶም ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ልዕሊ 700,000 ስደተኛ ኣኼባ ተኻይዱ ኣፍሪካውያንን ኤውሮጳውያን ሲቪካውያን ማሕበራት ብ7 ነሓሰ እቕሬታ ብ7 ታሕሳስ 2017 መብዛሕትኦም ኣብ ዝእዋን እዚ ኣብ ሊብያ ኣብ ዘስካሕክዕ ኩነታት ዝርከቡ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ ጂኔቫ ተማይጦም ኣብዚ ምይጦም ስደተኛታት ኣብ ሃገሮም ክወፁ ዘገደዶም ምኽንያት ዝዕገትሉ ኩነታት ብቕልጡፍ ክጽናዕ ዝኽእል ህጹጽ ተዛራሪቦም ሰሚናር ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ኣፍሪቃዊ ሲቪላዊ ማሕበራት ምስ ኩለን ኩርናዓት ኣፍሪቃ ዝርከቡ መሓዝትን ክሰርሑ ከዓ ምዒዱ መድረኽ ይመርሑ ዝነበሩ ኣቶ ዳቪድ ኮርስ ዳይሬክተር ኣፍሪቃ ማእኸል አንጻር ስቃይ ጸብጻብ ኣቕሪቦም ኤርትራዊ ዶክተር ዳንኤል ረዘነ ኣብ ኤርትራ ማሕበረሰብ ፍትሒ ድማ ብዛዕባ ግደ ኣፍሪቃዊ ዞባ መስርሕ ምዕጋት ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ዘጋጥም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ቃል ኣስሚዖም ኣቶ በርት ቬተርስፓን ላዕለዋይ መዝጋቢ እውን ካብቶም መድረኽ ዝመርሑ ነይሮም ኣብዛ ኣፍሪቃዊ ማእከል አንጻር ስቃይ ዝተወደበ ሰሚናር ኣብ ኣፍሪካን ኤውሮጳን ዘይ መንግስታዊ ተዋሳእቲ ከምኡ እውን ሕብራት ሃገራት ኤውሮጳን ኤውሮጳ ሕብረትን ተሳቲፎም ሰልፊ ዲሞክራሲ ድመርና ኣብዚ ሰሚናር ዝሓላፍ ጽሕፈት ኣህጉራዊ ጉዳይ ዝምድናታት ተወኪሉ ተሳቲፉ ኣብቲ ኣፍሪቃዊ ማእከል አንጻር ስቃይ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታት ካብቶም 84 ሚእታዊት ካብቶም 80 ሚእታውያን መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ብምዃኖም ጠቒሱ ኣብ ዕጡቓት መሌሻ ዘይሕጋዊ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ስቃይ ከም ዘለዉ ከዓ ሓቢሩ ምዛእ ተሓሒዙ ከዓ ኣብ 34 ልዕሊ ዓቕሚ ዝዕለቕልቑ መዳጎኒ ማእከላት ኣብ ክትግምቶ ንላዕሊ ዘይ ከኣል ዝኸፍአ ከም ዘለዉ ከዓ መልኪቱ ሕብረት ኤውሮጳ ክሳብ ሕጂ ነዚ ናይ ኤውሮጳ ዝግበር ዘይሕጋዊ ጉዕዞ ንምዕጋት ልዕሊ 2 ቢልዮን ኤውሮ ወጻኢ ገይሩ ኣሎ በቶም መራሕቲ ኣኼባ ስደት ኣብ ኣፍሪቃ ንምዕጋት መፍትሒ ጥራሕ እንታይ እዩ ብምስትበሃል ኤርትራውያን ናይ ኣኼባ ተሳተፍቲ እቲ ምሩጽ መፍትሒ ኤርትራውያን እንጥቀመሰሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዘይ ጥዑይ ምምሕደራ ምጥፍፋእን ወጻዓ ኣብ ዝጎድለሉ ንኣነፂርካ ርእይ ስጉምቲ ምውሳድ ምዃኑ ኣቃሊሖም እቲ ኣብ ቡጃ ብዕለት 29 ክሳብ 30 ሓዳር 2017 ዝተኻየደ ናይ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ሕብረት ርክብ ናብቶም ሚልዮን ዝገማግሙ ኣብ ሊብያ ተዓጊቶም ዘለዉ ኣፍሪቃን ስደተኛታት ኣብ 6 ሳምንትነን ናብ ሃገሮም ምምላስ ከም ተሰማምዑ ዝከር እዩ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት ዝተባህለ የለን ኣብ መወዳእታ ዝግደሰሎም መንግስቲ ካብ ዘየሎ እንታይ ከም ዝኾኑ ዝተፈልጠ የለን ሕብረት ኤውሮጳ ወሓዚ ስደተኛታት ምግዳእ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣስታት $200 ሚልዮን ሰሊዑ ሕብረት ኤውሮጳ ን6 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣስታት $200 ሚልዮን ለጊሱ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ብራስልስ ኣብ ዝርከብ ጽሕፈቱ ብዕለት 12 ታሕሳስ 2017 ኣብ ዝገርግሖ መግለጺ እዚ ዝተለገሰ ገንዘብ መቐጸልታ ናይ ተቐዲሙ ተመዲቡ ዝነበረ ልዕሊ 40 ፕሮጀክትታት ኮይኑ ንኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማል፣ ሱዳን፣ ኡጋንዳን ዘቕንዐ እዩ
إتي أفتح حبرت أفتح أساس كل تشعن عصرت عم مشتن دقوني حاجز باجت كسام نزون شديش تهاجرات أستاس 800 مليون دولار كسل علن كلون إيرترانوين هذا ما أستات 300 مليون دولار كم زمد دبلا أيرسعن علما حبرت أوروبا هاجرات مفرق أفريقيا زفسوسو زلو أمائتات مليونات دولارات على أكل نايتي بكارتوم بروسس زفلت وحزس سدتنيان مقداء زعلم مسرح ايو يبهال حبرت أوروبا أبزن هاجرات زين سرح عدلات مفتار مياه بقعات من سيات محيال وحزس سدتنيان مقدار يكاليو أبزبل منتو نزن هاجرات مليونات دولارات زلقس زلو ايو من محدار ترام أستاذ شوعت 100 إرتراويان كسوجوج إيو من محدار ترام أستاذ شوعت 100 إرتراويان كاب ناب إرتراخ سوجوج أم مسرح كم زل جليسو إتو من محدار قداي سنة تحتي عقبة دحر زوج حدش بوليسيتات عقبة مثل زتنا زجوج زيجا حيال هاجرات ننا بعدهم كسوجوج دحري زحلو فوساني نزون شوعت 100 إرتراويان ناب عدهم نملاس مسرح جميل الله من قصة إرترا بزيد اليوم كاب أمريكا زسوجوج إرتران كم زي قبل أقدم محبيركو أنت صنعه دحرتي من محدار ترام زنبورو ناي فيزا اجداق جينا اتمنجستي ام مسرح تسمامعيو كم زلو ايو زنقر محبر سدتنياتات إرتراويان أبزرقو حمقلتي منجستي إرتران وزوم سقوقو زيقاتات مقبال عدوم كساب زبصحو قزياو باسبورت وي لاشا باسا كدالو جميرو خمزلو خاات فليتو انتغني إتي عب 10 مسكرم كل تشعن 10 شوعتن أتحيزو أم مسرح زلو مسقاق أساس شوعتن إتي إرتراويان كاب أمريكا زاقيت أب قبري كم زي وحالي زخاخر تمحبر اتوم إرتراويان بزيد اللي اتوم نام هاقرهم كسقوقو تتابق تسو أو مسالات سعرتاتهم كم زلو خاا تصوعو إذا خمزيلون كله قددم أبيلو تسعن كلتن سوماليان كاب حبرات هاجرات أمريكا تسوقيقوم نهاجرهم كملسو أب سنغال مسبوعو نا أمريكا 5 تملسو يفلت كم أون كلتمئتي دك أفغانستان كاب هاجر جرمن كترزو توصلوا سراحتنياتات تقاومون برأي إتو قداي دو كم زبالة يفلت بعصر 3 حساس كل تشعن 10 شوعتن كم زتفلت اسران حموشتن إرتراويان سوداناويان إثيوبياويان كاب قبصي نا أمريكا 5 أتو بفلاي أب كتما نيويورك 5 أتو خا معكنات زينا حبيرن أب أسمران كالوت كتماتاتن زركب أستا 300 ناي بحتي نقداويان تكالات يعشقا منقستي إرترا أبز حلف سمونات حيزوز وسدو زلو ناي بحتي تكالات بألماما ناي نعشاق سقمتي أب أسمرا كالوت كتماتان زركبا وحدت بوحد 300 تكالات كم زعات أو منشتات ريدي إرينا الرقاقيزهم إذي معصاو أبيات شهي كافين بيت مقبن هوتيلاتن كومودما آخن مسدادن زنطفو تكالات مسمونان بزحيبات إيران أغفا ناوز أي شرفي زتتحا حزا مخانو هزبي قمتات يهيبو الله معصاو زن تكالات بزي كازي قطواو زولو قطع هاسيا أبزن تكالات أب سراح توافيرهم زنورو لعلا حدش حسابات أبزوان زي بزي سراح مترافهم تفليتو الله كبرات تغتاتلتي بزعبا زكاة زلو معشاك تكالات اللوخنتات أسمران أب أسمران زنورو مجتات راديو إرنا بتليفون حتصير كلمة أيق غير ناس لزلنا دحراي تخاطاتلو يولو راديو دمتسي إرنا ناي مودة أتازنا بعلة 14 تحساس كلتش 10 شوعتن إنه تجناي سرعات أسمرا هقدف إن دجنا بيت تمرتي مبعتان مع كلاي بيت تمرتن إن داماريان 7 حدا عم الزعد مئو بكنتيبة أسمرا نبر نفسه حرقة أباي ساعات زت مسرته تسرعات بمولو أركمنا ببال أكاد بيت تمرتي أغششتن مناقصاتن كم أسره أسن حبيرو زي معرتي ككاد زقني تقاومو ناي بيت تمرتي ناي أخريا خمون ناي كاثوليكا بتاشمو تغاصال سولونو كل حزبي تقاومو لكعكم مخانو كل عالكم زلو خا ات راديو دغيمو محصنتو يهب كبران تخاتلت مدمنا باري ناي لومي زينانا ابزازيمنا كابزغصيلنا مس تختل زي ما خقد فكم ايه
أخلنا 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 حادرنا يومنا سلام أخلنا حادرنا يومنا سلام أخلنا بريتا سلام حيس كان عرفتا رهان حيس كان بريتا سلام حيس كان عرفتا أخلنا حاوخي قدها بملتا علم أخلنا تاريخي وسدتا ملأزا مدري من يزمك أخلنا مكرا دياروا من يفلتات سبب أخلنا أخلنا يا 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 كبران تخاتلت مدبنا باري ياخلنا اذا كله نقولوا صنحنا بزعبا سدت ارتراو من اسي زوردو زلو قفعن مكران ياخلنا يبلالو جن سقاب كندايو تخي كسمع مالتي سلازي نازن مقبار اتي كنقبرو نخل زي نقبر زبل رأس انكس ناي سلفي ديمقراسي زبي ارتراسكي نسمع تيهم قبرة إن المو زي نقبل بس عن كسر في ديمقراطية حزب إرترا عبيرترا رجعت لأننا حقن عبيت الزو حس لو تنا ممسا إنك على زلنا أكلات عبسلات استفلا له ودواتات كم زلنا كاردو إنت هنا بقداي هاجر جنا كنفلا له يقبل كم سلز هنا عبستفلا له أخيباتات كوبايتات سلامة وسلفات زعم سلو أجات أمتات نرخبين وتروح بزعبا حلوات تزبنان هاجرنا بوليتيكاوز المقبرنا عيترفن عبزو وقعاوي يكون زي وقعاو ركباتنا نسامع لهم زي نسامع لهم زعباتات يقاتوا منادا كان عندنا الحاليات انت توصفوه اتم نسامع لهم كابتب زي نسامع لهم كم يوزحوا ردوا ايو انقوت كبعيه قدف قابلع لي هزبنا مرين محانو عين فالا ليلو هزب إرترا ابتحت عرعت قدف زعلوا فزلوا مرين هيوث كتأملك سابق تسقم دس كحكح محانو يسامع الله إذا كسب كنت زبدالو سماي زعرق يزقوم وجلان لا يجيك أنا مسارعني يوجدوا أبزبل ون رادا كابز حليفو حدا نهنا مستير عوتنا محانو بزلنا نايبب بين خوافري لو كنا رجعوا خمسين خير وزته أبزبل حساباتهم مسارته في اللي يبلنا لذا قد يمكن أن تستقل أسرام قجله قدف صاراريكا هذا إرترا سلام ديمقراطي عبيت زو حس كنتات مفتاح كم زاد اللقاء ناي كلنا أو تازلوا مفتح مخانو واترك إنك وما سعوا ناي حبار مدام تنتراي الزرقنا حبراو ناي لو تدليتنا هياو مخانين هذا قداي نقتفصن دليت محدار هذا سكمتن قدمي تقواز انت هنا زي كحات وينو
بتكبر أنت داي تسنيقنا تدلت حلم خويني يستر رجعتيو هذا قداي سلاز دري هايط راح زيك في السمي خيلي نازم خنيات كاب زغنوم قداك هذا معنا دلت كان متن زمتن عامي كله كاسلاز خيلي بس ما سرت أما قدرت إن من رجعت عامل في الليل أنت ترى زجر ما يكون عامي أم مسرح كتر زخيل لوم زي تجبرت صباح زفتر عام خمالة سلاز خيل أتقنت قداي لوم عبيد كازول عامي كتب قسم مخالن زي مخالن من إيه كجبر الله إلك تعملون اتدرين إن دازم مركات راح من بعد جماعة قوي راح زي كونه عبت كم زجبر يجبر تبلا زل خمر جزء عمل كل حتى زودقوني كجله قداف كوجد الله ونعملنا لزجبرا ونعب زجبر جزنا أنت زي وفينا زت حراتي أتزفل علينا أنت هنا نايت تزفل علينا على توت الوازد دهم عتذا سامعنا حبيرنا مسرح في اللياتنا كانوا جدًا ندخل مولو مخنيات يا بنان عبت إن سامعنا زعباتات وحبار بمسرح لا بزي عنك فلا درجة مراد جدنا تنك ساعة ولا زكبعنا ون إيه أنت بحبار كسرح زخيل مواصل اللي مفتعل يعني هذا أكل حلاف الناس زي كونه كلهم مشاركة أكلات كسرح له زكبعنا يعني كلهم مواصل حسابات بحلاف نتاوزة للزمن رجيئه تحاولوا من صعية ها نه حبار مواصل خوون سبكة أزي ناتي حساب كلبن كلنا كابت ما كايدنا إذا دم ناتي زبل أنت استفادية هذا هاي كنسبيك بعنا أبزو وانزي أو دباتنا بقول زلوها أزي يمبر أتدري أسوتر بمدرساتن ريحة بمدرساتن بعوجات المجلسات كان سواء من الزوال لنا أتدري أنت هالوه نابتكبار مخين سكر كرينا زلوا على بسارة دا انتايو زبل الحتات من اللاس بزح من الباسات مقراب كم ذكاركوا وردوا سالفة ديمقراطية بإرترا أتدوتها محل تقبلع مستعذبة ومون تايد عيق قبل زبل الحتة كمل توق سوى سيدله توق سوى دما بيتي ب4 سنة اقتشحن 10 شعاتن زوج أو معقاب العلاوة قدرات إرترا موضوع إرترا وسرعات هكذا فيلم القاس محاولات شوكونون دحنوت كسرعات هكذا عبز حسن فاو سرعة سرطو هزباو ديمقراطية وسرعة مقام جزعات حقن ديمقراطية ومسارات ملا حرمتها وحزب مقبال زبلو نتوتاز حازة إمام وانا تشيروا والله سالفة ديمقراطية زبيرترا نزخ إمام كله كمتي أب إيدو زولو زدربيوت فرح هاي بهالن زبهال تحرى عميق متنعتي زبط صحريته نمقراب انت زي كوينو تقولنا رئيته مسايط رعيو زولو كم زبل بحاتي سمعت كم زي كونه تقاقي من نسيره بمصر تقول أمامه صاوعت نزاتن بر نهست أبور اللي ويمحسن تعاون أيكونا إذا مالت ناي كالو السب قداي مخايد دون استفالي رئيته كسمع مسلول هانقو تايو سلازي نها إتهم قبرو نخيل زي نقبر نبزلنا دحرث قاي دحر ذي طببا شخكم محيو كلعن بابا دحر عذاب دحر ذي كل قدم كذا تلقي أبرنا يكفدن دحرث قاي دحر ذي طببا شخكم محيو كلعن بابا دحر عذاب دحر ذي كل قدم كذا تلقي أبرنا يكفدن وسلام رهوة من كثانت نهوبنا جرانا ينسانت مقذات تفتروا رعد شبران عرقان تميتمئي سدة المتران مقذات تفتروا رعد شبران عرقان تميتمئي
حضور كدربي نايدرن كوينو عودنا غربي مريتنا عببي حالنجي غرافي رقم يلمي يخلط بالفرحي ودي عيون ناي مقضاء تقرحي ناي مقضاء تقرحي فردخنا ناي بحافظ كابا كتكايو بفتحي اندابا وحكي جبوت زي فنو رقم يلن قاريتا لمانو قاريتا لمانو الجوخا كفتح يذنبر محلها مقارجات المثنى يمتاتي كخنتتي وبرحم كون معلتي ودها غير الجوخا كفتح يذنبر محلها مقارجات المثنى يمتاتي كخنتتي وبرحم كون معلتي وسلام رهوة مفتخانت وهبنا جرانا ينسانت مقدات الفترو رعد شبران عرقان تميت سمئي وردة المكران مقدات الفترو رعد شبران عرقان تميت سمئي وردة المكران كبرو محو كني حضر كدربي خلا سيراويتنا عودنا غربي مرتنا عمببي حالنجي غرافي رقم يلمي يخمد بالفرحي ودي ويوش تاراتك برحي ناي مقضاء تقرحي فربخنا ناي حتى وتخبى كتكايو بفتحي اندابا وحكي جبوت زي فنو رقم يلن قاريتا لمانو قاريتا لمانو كبران تغطتلت مدمنا بأري ممهر حربنيا نبسهر يماني زارب علو زي ودق قلاتو كوغي حيلو كتكالي عمبابا ودها قراجوها اتقينان كتكاي بحق دابا وزتنا بالمهرنا له إذا زي فاسس لزخنه هاي حدرا كم زخنم بوصنا حنا اتخن قبر نخل نقبر وسنت غيرنا تسرعات هقدف هيوتو حتصيري سلازي كبران تخطتلت مدبنا مباري نايلو مناي تقرنيا مدبنا ابزي زازيبنا لنا كساب زمص قدام بحدش مدب نراخب سناي قني بروخ سنبت نداولنا نفانوكم نفخايها هزباوي ثراوي بيدت حفاش بتبحى بعود نفخاوي ثراوي تحرنتنا والتهدي عرضنا يمرتنا
السياسي لبيتا حقوسي دفيرني كفيني لكيسي عتق ودي ولعش مع حباري مقدي صلى خوم بثابر خانا عرض حقين والتنا يمريتنا مسخاخة هزباوي سراوي ديلت حباش بتبعات لحوت خوي ثراوي تحنتنا عرض حزين والتنا يحبنا السياسي أنا دسيلني ما يسمي صبانا استخاني السياسي لبيتا حقوزي دسيلني كفي ملكيسي المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم مع إذاعة صوت الحرية التي تبث برامجها بكلا اللغتين العربية والتجرينية من السويد. إذاعة صوت الحرية على FM 88 للمستمعين داخل السويد، أو على موقع الإذاعة للبث المباشر راديو otta.se. جدول برامجنا المعد لهذا اليوم هو كالآتي: نبث مباشرة كل سبت من الساعة 1 حتى الساعة 2:15 ظهرا بالتجرينية والعربي. إذاعة صوت الحرية من أجل توعية شعبنا والحفاظ على القيم الإريترية وزرع البسمة والحلول الاجتماعية والتحديات الثقافية التي يمر بها شعبنا في السويد والمهجر عامة. أما الآن أترككم مع برامجنا المعد لهذا اليوم. أولا الأخبار لهذا الأسبوع، من ثم أغاني إريتريا هادفة، مقال الأسبوع وهو على الاتحاد الأوروبي أن يضع السودان تحت المجهر.
متابعة طيبة مستمعين الكرام، والآن إلى الأخبار بعد هذا الفاصل. تستهل أخبارنا من السويد. زيادة جرائم الكراهية في كامبات اللاجئين. أظهرت إحصائيات مركز مكافحة الجريمة حول جرائم الكراهية في السويد للعام 2016 أن هناك زيادة في عدد البلاغات المقدمة ضد جرائم الكراهية ذات الصلة بالمساكن المخصصة لإيواء اللاجئين. بحسب الأرقام ارتفعت تلك البلاغات من 1% إلى 6% بين العامين 2014 و2016، لكن إجمالا انخفضت عدد البلاغات التي حددها المركز بدوافع الكراهية بنسبة 8% خلال العام 2016 مقارنة مع عام 2015. وأكبر انخفاض كان فيما يخص جرائم الكراهية ضد الرومان والدوافع المعادية للسامية، حيث انخفضت تلك الجرائم بنسبة 34% لكل منهما. مع ذلك لا يزال العدد الإجمالي للبلاغات بدوافع الكراهية عند مستوى أعلى مما يجري تسجيله في عام 2013 وما قبله. وخلال العام 2016 سجلت 6415 شكوى لدى الشرطة حول جرائم الكراهية، 72% منها كانت بسبب دافع كراهية الأجانب أو العنصرية. قادة الاتحاد الأوروبي يفشلون في تجاوز خلافاتهم بشأن اللاجئين. بعد عامين من أزمة المهاجرين التي أحدثت انقساما شديدا بين دول الاتحاد الأوروبي، لا تزال الخلافات بين قادة التكتل مستمرة بشأن أسلوب التعامل مع اللاجئين. بدأت مساء يوم الخميس مناقشات على عشاء عمل خلال قمة لزعماء الاتحاد في بروكسل، واستمرت حتى الساعة الأولى من صباح يوم الجمعة بهدف تقريب وجهات النظر المتعارضة حول تعديل قوانين اللجوء. لكن قادة الاتحاد أوضحوا بعد المحادثات التي استمرت 3 ساعات تقريبا أن القدم الذي صاحب تدفق 1,000,000 شخص إلى اليونان وتوجههم نحو ألمانيا في 2015 قد تضاءل، لكن المحادثات الصريحة فشلت في رأب الخلافات العميقة. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحفيين: أمامنا الكثير من العمل، لم تتغير المواقف. وأيد زعيما بولندا وجمهورية التشيك الجديدان موقف المجر وسلوفاكيا المتمثل في أن مجتمعاتهم الشيوعية السابقة لا يمكنهم تحمل مهاجرين بأعداد كبيرة خاصة من المسلمين. وقال رئيس وزراء التشيك اندريا باش إن النقاش عاصف جدا، وإن الدول الشرقية لن تدع القالبية تفرض عليها استقبال حصص إلزامية من اللاجئين. وتطالب ميركل ورئيس وزراء إيطاليا باولو ضمن آخرين بأن تستقبل كل دولة من دول الاتحاد حصة إلزامية من طالبي اللجوء الذين يتركزون بمنطقة ساحل البحر المتوسط أو وصلوا إلى دول في شمال الغربي الأكثر ثراء بعد تحركات فوضوية عبر أوروبا. مكتب العمل: زيادة في معدلات التوظيف. تشير أحداث التوقعات الصادرة عن مكتب العمل إلى أن هناك زيادة في معدلات التوظيف بشكل أكثر مما أشارت إليه التوقعات السابقة للمكتب. ووفقا للتقرير الذي صدر، فإن عدد الوظائف زاد بنحو 97,000 شخص خلال العام الجاري 2017. وقال المدير المسؤول عن التوقعات هوكان غوستافسون
للتلفزيون السويدي يتزايد التوظيف على نطاق واسع بما في ذلك الوظائف الخاصة والعامة. والجديد هو أن القطاع الصناعي استخدم الآن بعض الوظائف التي اختفت في السنوات الأخيرة. وكانت التوقعات السابقة للمكتب والتي صدرت قبل نحو نصف عام أشارت إلى أن عدد الوظائف ستزيد بمقدار 81,000 شخصا خلال العام 2017. وكان من الممكن زيادة فرص التوظيف بشكل أكبر في السويد، إذ يقول غوستافسون: نرى أن النقص في اليد العاملة سيستمر في منع العديد من أرباب العمل من توظيف المزيد من الأشخاص، ويعني ذلك أن هناك حاجة إلى إعداد المزيد من القوى العاملة، والنقص الأكبر في هذا المجال هو في القطاع العام. وأوضح قائلا: ليس هناك ما يكفي من الأشخاص الذين اختاروا التدريب والعمل في وظائف تحتاج إلى الحصول على شهادة فيها مثل التعليم، الطب والتمريض، كما هناك نقص أيضا في التمريض. ويتوقع مكتب العمل زيادة فرص التوظيف في العام المقبل بنحو 74,000 شخصا و56,000 شخصا في العام بعده 2019. وتراجعت البطالة بعض الشيء هذا العام، لكن مع ذلك فإن الوظائف الجديدة لن تؤدي إلى خفض البطالة، حيث أن زيادة عدد الوافدين الجدد هي نفسها من ساهمت في نمو القوى العاملة. وتشير توقعات مكتب العمل الجديدة إلى أن معدل العمالة سيتجاوز بقليل نسبة 79% في العام 2019. رحيل إلى رحمة الله يوم الخميس رجل الأعمال المعروف العام عبد الرحمن أحمد يونس بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة وما لحق به إجراء عمليات الاعتقال الطويلة في معتقلات أجهزة الأمن بأمر مباشر من إسياس أفورقي. وكان العام عبد الرحمن قد أطلق سراحه قبل عدة أشهر عقب سوء صحته في المعتقل، ووضع قيد الإقامة الجبرية بمنزله دون السماح له بالخروج من البلاد لتلقي العلاج، علما بأن حفيدته البالغة 19 عاما مقيمة مع عمها منذ عدة سنوات على خلفية انشقاق والدها وزير الإعلام السابق علي عبد الرحمن يونس الذي تجاوز العقد الثامن كان قد اعتقل للمرة الأولى مع عدد من الأعيان والوجهاء في 2000 على خلفية التوسط لرأب الصدع بين إسياس أفورقي ورفاقه من المجموعة الإصلاحية التي اعتقلت فيما بعد. عرف عن الفقيد الراحل تصديه للقضايا العامة والمطلبية بجسارة وإقدام، رجل مثقف واسع الإطلاعات ويتحدث عدد من اللغات رحمه الله الفقيد الراحل والهم وأهله، وخاصة نجله الوزير السابق علي عبد الرحمن الصبر وحسن العزاء. باستثناء إريتريا، الاتحاد الأوروبي يدعم مشروعات جديدة في دول القرن الأفريقي لمحاربة الهجرة غير الشرعية. اعتمد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 12 من ديسمبر الجاري حزمة جديدة من مشروعات بقيمة 174.4 مليون يورو لمنطقة القرن الأفريقي عدا إريتريا، وذلك لإسهام في الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنزوح القسري في إطار عملية الخرطوم التي تم التوقيع عليها عام 2014. وخصص الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للتنمية في إفريقيا بحسب تقرير نشره موقع المفوضية الأوروبية الإلكتروني 12 مليون يورو من المبلغ لصالح مشروعين للاجئين والمجتمعات المضيفة في السودان ومحاربة الهجرة غير الشرعية في السودان. أفاد التقرير بأن أحد المشروعين سيتم تنفيذه في شرق السودان ويهدف لتحسين سبل عيش اللاجئين والعمال المهاجرين والمجتمعات المضيفة في شرق السودان. كما يهدف المشروع إلى زيادة دخول المزارعين وتزويدهم بأساليب جديدة ووضع الحلول اللازمة للتكييف مع الأسواق تقلبات المناخ. وأفاد التقرير بأن الوكالة الألمانية للعون الخارجي ستتولى تنفيذ المشروع، وأضاف التقرير بأن المشروع الثاني يركز على حماية الفئات الضعيفة مثل اللاجئين والعائدين طوعا والنازحين وعديمي الجنسية وطالبي اللجوء على امتداد خط الهجرة في السودان، فضلا عن تعزيز قدرة الشرطة والقضاء للاستجابة لمتطلبات الفئات الضعيفة بالإضافة إلى تحسين نظام الإحالة. وأوضح التقرير أن المشروع سيتم تنفيذه بواسطة الصليب الأحمر الدنماركي ومنظمة الهجرة الدولية. وخصص الاتحاد الأوروبي الحزمة التي تعد السادسة من نوعها في إطار عملية الخرطوم مشروعات مماثلة في السودان وجنوب السودان وجيبوتي وإثيوبيا ويوغندا والصومال.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد خلال الثلاث أعوام الماضية مشروعات بقيمة 665 مليون يورو في إطار عملية الخرطوم لمحاربة الهجرة غير الشرعية في نفس الدول المذكورة. الأمن يمضي في تأميم المدارس واعتقال أكثر من 40 شابا بتهمة توزيع منشورات معادية. كشفت مصادر حسن الإطلاع أن السلطات الأمنية الإريترية تحتجز نحو 7 من المؤسسات المالية والإدارية لمدرسة إندماريم الخاصة والتابعة لأكبر الكنائس بالعاصمة أسمرة، كما وإنها تعتقل أكثر من 40 شابا على خلفية توزيع منشورات والانتماء لمذهب أنصار السنة. فقد أكدت مصادر حسن الإطلاع أن السلطات الأمنية لا زالت تحتجز نحو أكثر من 7 من الإداريين لمدرسة إندماريم التابعة للكنيسة سابقا، وذلك بتهمة عدم تسليم كل ما يتعلق بالمدرسة لوزارة التعليم العام التي استولت على المدرسة وألقت كل المظاهر المسيحية كالقداس اليومي وغيره، والحقت المدرسة عنوة بالتعليم العام أسوة بمدرسة الضياء الإسلامية والمدارس التابعة للكنيسة الكاثوليكية. من جهة أخرى وطبقا لذات المصادر أن السلطات الأمنية تعتقل منذ شهرين تقريبا ما يقارب من 40 شابا من مختلف أحياء العاصمة بتهمة الانتماء لتيار أنصار السنة وتوزيع منشورات ترفض الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لكونه بدعة حسب منشوراتها. هذا وتمضي الحكومة الإريترية في تنفيذ سياستها في تأمين كل المدارس الخاصة والدينية، ومن المتوقع أن تتحرك السلطات نحو عدد كبير من المعاهد الدينية في مختلف المدن إريتريا. مئة 56 معارضا يسلمون أنفسهم طواعية. تصنف الحكومة فصائل المعارضة التي تتخذ من إريتريا مقرا لها بأنها حركات إرهابية. كشف مصدر أمني إثيوبي عن تسليم 156 عنصرا من المعارضة المحظورة أنفسهم للقوات الأمنية طواعية. وقال نائب رئيس المنطقة الغربية بتيغراي تاكيو ميتيكو إن عناصر المعارضة سلموا أنفسهم للسلطات في المنطقة خلال الأشهر الأربعة الماضية، مشيرا إلى أن هؤلاء العناصر أعضاء في جبهة تحرير أورمو وحركة جومبوت وحركة أمهرة الشعبية الديمقراطية وحركة تيغراي الديمقراطية الشعبية التي تتخذ من إريتريا مقرا لها. وأضاف أن أكثر من 160 عنصرا من المعارضة المحظورة عادوا إلى إثيوبيا خلال السنة المالية الإثيوبية التي انتهت في 30 من يونيو الماضي. وتصنف الحكومة فصائل المعارضة التي تتخذ من إريتريا مقرا لها بأنها حركات إرهابية. وصول الدفعة الأولى من اللاجئين الإريتريين إلى استونيا والقادمين إليها من إيطاليا. قال متحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية إن الإريتريين الأربعة وصلوا إلى استونيا من إيطاليا يوم الثلاثاء، وتم إرسالهم للعيش في مركز لطالبي اللجوء في فاجيفيا. وقد تخرجت إحدى النساء من مرمغ التعليم الثانوي، ولا توجد لدى النساء خبرة عمل مسجلة. وقد تم حتى الآن نقل اللاجئين من سوريا والعراق واليمن إلى استونيا وإعادة توطينهم. وعلى الرغم من أن استونيا كانت تجري محادثات مع إيطاليا منذ بدء برنامج إعادة التوطين وإعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي، فقد أرسلت استونيا خبراءها لأول مرة لإجراءات مقابلات مع اللاجئين في إيطاليا في نهاية سبتمبر، ولم يتم التوصل إلى اتفاق عاجل لأن إيطاليا لم توافق على إجراء استونيا لإجراء مقابلات في الموقع في إيطاليا كما هو الحال في اليونان وتركيا. وكانت النساء الأربعة اللواتي وصلن إلى هذا الأسبوع أول لاجئ يصلون إلى استونيا في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي منذ أواخر أكتوبر. وقد تم نقل مع مجموعة 175 لاجئا أو إعادة توطينهم في استونيا من اليونان وتركيا منذ بدء برنامج الاتحاد الأوروبي، وما يقرب من نصف هؤلاء اللاجئين إما غير موجودين حاليا في استونيا أو غادروا البلد بصفة دائمة. ترحيل المهاجرين الأفارقة خلال أسابيع. يخطط الكيان الصهيوني ترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة وإغلاق مركز هولوت لاحتجاز اللاجئين جنوب دولة الاحتلال، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ترحيل المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. وفقا للصحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية، فإن دولة الاحتلال ستكون قادرة على ترحيل طالبي اللجوء، وذلك بعد الاتفاق مع عدد من الدول الأفريقية لقبول المهاجرين، وخصوصا رواندا التي وافقت على قبول 10,000 لاجئ مقابل الحصول على $5,000 لكل لاجئ. وأعلنت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء أن السلطات لم تبدأ
بعد في عملية ترحيل اللاجئين، ولكن من المتوقع أن تبدأ فيها خلال الأسابيع المقبلة. وقررت الحكومة بإجماع أعضائها في نوفمبر الماضي خطة لإغلاق مركز هولوت في جنوب دولة الاحتلال وأمهات المهاجرين 3 أشهر لمغادرة البلاد، وإلا سيتم ترحيلهم بحسب ما أعلنت وزارتي الداخلية والأمن الداخلي. وتشير التقدير الرسمي التي تعود إلى 30 يونيو إلى دخول 43 مهاجرا إفريقيا في البلاد، و27,494 منهم من إريتريا، و7,869 من السودان، وقد صار وجودا في جنوب تل أبيب وفي مواقع أخرى استياء شريحة من الإسرائيليين. مصير مجهول لأموال المودعين في مصارف إريتريا. نفذت السلطات الأمنية لنظام أفورقي حملة اعتقالات كبيرة شملت العديد من رجال الأعمال، وقامت بإغلاق محلاتهم التجارية بدعوى التحقيق في قضايا فساد. وقد أغلقت السلطات الأمنية أبواب أكثر من 200 شركة في العاصمة الإريترية ومدن أخرى بتهم فساد مزعومة، ويبدو أن التهم تقتصر على أصحاب الأعمال الذين أصدروا شيكات للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالمعاملات، ولكن البنوك لم تلتزم بصرف الشيكات. وكان البنك المركزي الإريتري قد أصدر في نوفمبر 2015 قرارا باحتجاز الأموال تحت ذريعة تغيير العملة الوطنية، وذلك من أجل السيطرة الفعلية على جميع الأصول الخاصة والتجارية التي عهد بها إلى البنوك. وأجبر النظام التجار إلى استخدام الشيكات المصرفية بدلا من العملة الورقية، وأمرت المصارف التي تتلقى شيكات بمبالغ تتجاوز المبلغ المسموح به بإبلاغ الجهات إدارة الأمن التي تقوم باعتقال الأشخاص للاستجواب. ومنذ عام 2015 يحظر على المدعوون سحب أكثر من 5,000 نقفة من حسابهم البنكي، بينما لدى النظام السيطرة على كامل معروض النقدي في البنوك. الأمم المتحدة تنقل 25 لاجئا من إريتريا عبر القاهرة إلى أمريكا. قام مكتب مفوضية اللاجئين التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء بنقل 25 لاجئا إفريقيا ضمنهم إريتريين عبر مطار القاهرة إلى نيويورك بعد حصولهم على موافقات من السلطات الأمريكية بمنحهم حق اللجوء السياسي إليها. صرحت مصادر مطلع بمطار القاهرة وصل اللاجئون الأفارقة إلى رحلة مصر للطيران رقم 834 حيث يحملون وثائق سفر صادرة من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويعودون لعدة جنسيات أفريقية خاصة من الصومال وإثيوبيا وإريتريا حالة الظروف السياسية والأمنية في بلادهم دون عودتهم إلى مواطنهم، وتقدموا للحصول على حق اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. بعد موافقة السلطات الأمريكية تم نقلهم عبر مطار القاهرة والسفر على رحلة مصر للطيران ومتجهة إلى نيويورك.
هنري على الاتحاد الأوروبي أن يضع السودان تحت المجهر. دعت جيهان المدير المشارك لقسم إفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي لتجديد التزامن بوضع حقوق الإنسان في صميم عمله، بما في ذلك استجابته للهجرة. وفي مقال EU Observer أوضحت جيهان هنري أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 100 ملايين اليورو لعملية الخرطوم، وهي جهد متعدد الدول لإدارة الهجرة من القرن الأفريقي لأوروبا. وأضافت أن برنامج عملية الخرطوم يوفر للسودان مزيجا من المساعدات المائية والإنسانية، ولكن يدعم أيضا عمليات مراقبة الحدود المثيرة للجدل. وقالت أن القمة القادمة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم بساحل العاج تشكل فرصة للاتحاد الأوروبي لتجديد التزامه بوضع حقوق الإنسان في قلب عمله، بما في ذلك استجابته للهجرة. وقد انتقدت برامج الاتحاد الأوروبي في السودان على نطاق واسع، ويرجع ذلك إلى حد كبير لأن مراقبة الحدود تدعم قوات الدعم السريع سيئة السمعة والمسؤولة عن ارتكاب الفظائع في دارفور. وقد نفى الاتحاد الأوروبي بشكل قاطع تمويل قوات الدعم السريع، ولكن وجود تصور بذلك يظهر كلفة ممارسة عمل مع الحكومة السودانية المنتهكة. ويتعزز هذا التصور في كل مرة يزهو فيها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي بالقبض على المهاجرين على الحدود السودانية الليبية بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن نهج إغماض العين يقضي تحولا أعمق في السياسة تجاه السودان، ليس فقط من قبل الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا الولايات المتحدة، والتي رفعت في أكتوبر عقوبات اقتصادية واسعة على السودان. وأوضحت جيهان أن قوات الدعم السريع تتواطأ مع المتاجرين بالبشر والمهربين بدلا أن تحقق معهم. كما كشفت هيومان رايتس ووتش وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وعلاوة على ذلك فإن العنف الذي يزهو به حميدتي يحرض على انتهاكات أخرى، ويخلط موظفو إنفاذ القانون والمسؤولون القضائيين في السودان، بما يؤدي إلى ملاحقة جنائية لضحايا الاتجار. وفي عام 2017 كانت هذه إحدى المشاكل التي أبقت السودان في الدرجة الثالثة، وهي أدنى تصنيف في التقييم السنوي الذي تجريه الحكومة الأمريكية لمكافحة الاتجار بالبشر. ويتعرض المهاجرون في السودان لمجموعة من الانتهاكات تشمل الاغتصاب والاعتقال والسجن، ويمكن القبض عليهم في أي وقت وسجنهم وتعذيبهم وترحيلهم دون مراعاة الأصول القانونية ودون شفافية. كما يواجهون الابتزاز وغيره من أشكال الاستغلال. وأضافت جيهان: عندما كنت في الخرطوم في أكتوبر أخبرتني بائعة الشاهي إريتريا أن 2 من رجال الشرطة اغتصبوها في يونيو وهددوها بالترحيل إذا أبلغت عن القضية. وأضافت: يبدو أن العنف الجنسي ضد عاملات المنازل وكثير منهن يتم الاتجار بهن صار شائعا إلى حد مقلق. وأضافت أن الحصول على وضعية اللاجئ لا يحمي من انتهاكات جهاز الأمن السوداني. أخبر أن سبي في الستينيات من عمره يحمل بطاقة لاجئ عن تجربته المروعة أحدى ليالي أغسطس عندما اغتاده 3 من عناصر الأمن من منزله بالخرطوم واجبروه على ركوب سيارة واعتقلوه لمدة 9 أيام في مبنى غير معروف، حيث استجوبوه بشأن صلاته بمجموعة من الأورمو في إثيوبيا. وقال إنه يشعر بأن الحكومة الإثيوبية طلبت من السودان ترحيله رغم أنه يعيش في الخرطوم منذ أكثر من 30 عاما. وأضافت أن النظام السوداني يقوم بانتظام بترحيل اللاجئين في انتهاك للحظر الدولي والأفريقي لإعادة القسري، أي إبعاد اللاجئين إلى بلدان يواجهون فيها الاضطهاد. في أغسطس سبتمبر رحل النظام السوداني 100 الإريتريين بينهم 30 طفلا بسبب مخالفة مزعومة لقانون الهجرة، هو ما انتقدته المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة باعتباره إخلالا بالتزامات السودان الدولية. وفي عام 2016 رحل النظام السوداني أكثر من 300 مهاجر معظمهم من الإريتريين، من بينهم 6 لاجئين مسجلين وعيدوا إلى إريتريا حيث واجهوا الانتهاكات. ومن المرجح أن تكون عمليات الترحيل هذه أكثر توترا مما تشير إليه وسائل الإعلام.
وأضافت جيهان هنري: إذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب في دعم أهداف عملية الخرطوم، فإنه يحتاج إلى الانخراط في المهمة الصعبة المتمثلة في الضغط على الحكومة السودانية لتحسين احترامها لحقوق الإنسان، ليس فقط للاجئين وإنما أيضا على النطاق الأوسع. ولا يكفي التنصل من الدعم المقدم لقوات الدعم السريع، وإنما ينبغي على الاتحاد الأوروبي تحسين المعلومات والخدمات القانونية واعتماد منظومة واضحة من معايير حقوق الإنسان تجاه السودان، وأن يعلن انتقاداته بقوة تجاه الانتهاكات المحددة والأنماط التي تؤثر على الجميع في السودان. نتكلم أمانته وأنا وأنت سقديما والسبيل قادم بالجنب من دولة كفوفا كلوت قليل اللي زمت مغزى شام من دولة سالب بحر دولة شامنا حمس ديبو مرر حق فقرة وصلني وبري لما نويت يسمع وقلت بامناقي نتكلم أمانته وأنا وأنت سقديما. في الختام، إذا كان لديكم رأي أو مشاركة يمكنكم طرحها عبر التواصل معنا أو تحت الهواء عبر تلفوننا 0312 610900. في أوقات البث يمكنكم المشاركة من داخل السويد، أما من خارج السويد فمفتاح السويد هو 0046. كما يمكنكم أيضا مستمعينا الكرام الاستماع لبرامجنا السابقة عبر حرنت.org أو عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب دمس حرنت. ولا تنسوا الاشتراك لكي يأتيك المزيد في نهاية كل أسبوع. أما الآن مستمعينا الكرام، قد وصلنا إلى ختام برامجنا بالعربي والتقني الذي عد لهذا اليوم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.